90% من الأحداث اللي بتحصل لنا هي من صنع إيديا، و10% هي الأحداث اللي جاية من بره. يكون في الغيب كاتب لك إن أنت هتكسب $1,000,000، يبعدوا لك كده ويوسعوا لك الطريق إنك تمشي فيه. قصة حياتك عبارة عن فيلم، بس أنت المخرج والمنتج والممثل والمصور، والعقلية دي كفيلة إنها تبعدكم تماما عن حياة أحلامكم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدأنا الفيديو دوت بجد هيعمل نقلة نوعية في تفكيركم، والكلام اللي انا هقوله مش من باب واحدة درست علم نفس، لا، من باب واحدة عندها تجربة علمية وعملية. وانا كنت في يوم من الايام مريت بالعقلية اللي ودتني ورا الشمس شوية، بس الحمد لله ربنا فوقني منها وتخلصت منها. ساعات كتير بنشوف حد نقول ايه، يا لو اوصل للاحلام ديت، هما ازاي بيوصلوا كده بكل سهولة وانا لا؟ ما انا مش عارفه الدنيا مقفله معايا ليه، كل حاجه ببقى عايزه اعملها بتبوظ مني، كل ما اعمل حاجه صح الاقيها اتطربقت فوق دماغي. ما انا لو عندي ظروفهم، ما انا لو غني، ما انا لو اهلي كويسين، ما انا ونفضل ماشيين في الايه، في الدوامه دي، ان هو لو كان ما كانش حصل. والعقليه دي كفيله انها تبعدكم تماما عن حياه احلامكم. والله العظيم الكلام اللي انا بقوله ده كلام واقعي، كلام انا والاف وملايين الناس مروا بيه، ولما اكتشفوه بقى هو ده السبب. هديكم مثال يقرب الموضوع قوي. تخيلي كده بتتفرجي على فيلم، والبطل في الفيلم حصلت له احداث صعبه، ابوه مات، طردوه من الشغل، صحابه خانوه، ايا كان، والبطل طول الفيلم قاعد بيعيط وحزين وزعلان. انتي عارفه كويس قوي ومتوقعه ان البطل هيعمل ايه في الفيلم. ما هو البطل هو الشخصيه الاساسيه في الفيلم، زي ما حضرتك الشخصية الأساسية في حياتك. فالبطل بيعمل ايه؟ خلاص حصل له الظرف الضاغط، بيقوم يلم شتاته، يشوف هيحاول يحل الموضوع ازاي، واحدة واحدة بيطلع من اللي هو فيه، بيحقق أحلامه، إنجازاته، بيتجوز، بيخلف لحد ما نشوف ايه ذا اند والنهاية، ونقول الله فيلم حلو. طب تعالي نتخيل كده ان البطل دوت قعد يحط ايده على خده ويعيط طول الفيلم، وزعلان وحزين، وليه يا رب وحصل كذا ولو كان ما كانش، وخلص وذا اند وخلص الفيلم على كده. هتطلعي تقولي ايه الفيلم الفاشل ده؟ مين المخرج الفاشل اللي عمل الفيلم ده؟ وتندمي على الدقيقة اللي ضيعتي فيها وقتك تتفرجي على الفيلم ده. نفس الكلام في قصة حياتك، هي قصة حياتك عبارة عن فيلم، بس انتي المخرج والمنتج والممثل والمصور، انتي اللي قادرة تصنعي مسار حياتك ماشي ازاي. يا جماعة بنسبة 90% الأحداث اللي بتحصل لنا هي من صنع إيدينا، و10% بس من أحداث حياتنا هي اللي خارجة عن إرادتنا، هي الأحداث القدرية اللي ما نقدرش نتحكم فيها، زي الزلازل، البراكين، أمنا وأبونا، ولادنا، حاجات ما نقدرش نتحكم فيها. لكن 90% من الواقع اللي انت عايشاه هو من صنع إيديكي. عارفين ايه السبب دوت اللي منعنا نحقق أحلامنا أو بيخلينا نفكر بالطريقة دي؟ عقلية اسمها عقلية الضحية. أنا طول الوقت شايف إن أنا ضحية، مجني عليه، مظلوم، أنا شفته حصل لي إيه، شفته هو عمل فيا إيه، شفته أهلي عملوا إيه، طردوني من الشغل، عملوا معايا كذا. المفاجأة في الموضوع إن كلنا بيحصل معانا الظروف دي، كلنا بنطرد من شغلنا، أهلنا بيبقوا مش كويسين معانا، أصحابنا بيخونونا، حاجات كتير بتحصل لنا كلنا. وأبسط مثال على ده النبي عليه الصلاة والسلام، ولاده كلهم ماتوا على حياة عينه ما عدا بنته فاطمة، السيدة فاطمة. طردوه من مكة، أهله سابوه وتبروا منه، مراته السيدة خديجة ماتت، خسر، ساب ماله وأهله وناسه وهاجر وراح بلد تانية، وكانت الناس بتلحقه وكانوا بيرموه بالطوب ويرموا عليه الزبالة. تفتكر أو تفتكري ليه ربنا عمل الأحداث دي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يخلي النبي عليه الصلاة والسلام ده ملك الملوك، عنده الخدم والحشم وأوامره الناس كلها بتنفذها، وفي ايده المعجزات؟ مش كان ربنا قادر على ده؟ لكن ربنا خلق النبي عليه الصلاة والسلام بشر عادي زينا، وحصلت له كل الظروف الصعبة اللي ممكن تحصل لأي حد فينا. ليه؟ ده سؤال مهم. ليه؟ مش عشان خاطر نتفرج نقول الله
ياه سبحان الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا، عشان حضرتك لما تسمع القصص، او لما حضرتك تسمعي القصص النبي عليه الصلاه والسلام تاخديه قدوه. فبعد الشر لما يحصل لك اي حدث ضاغط تقولي ما النبي حصل له كذا وعمل كذا وسوى كذا، عشان اقلد النبي، عشان هو يكون لي قدوه. لكن احنا اليأس والاحباط وعقليه الضحيه دي اصلا مش من ديننا. ولازم تحطي في بالك ان الابتلاءات او المشاكل اللي بتحصل في حياتك هي ربنا مش حاططها لك عشان يعجزك، انما دي دروس في الحياه لازم نمر بيها عشان نتعلم، عشان نابجريد، عشان نوصل للمستوى الاحسن، عشان نغفر ربنا يغفر لنا بيها ذنوبنا، عشان اسباب كتير، مش عشان يعجزك ويظلمك وتفضلي قاعده على السرير بتعيطي. انما لو طول الوقت انا عايشه في دور المظلومه، انا الضحيه، انا اللي تم ان الناس جنت عليا، انا الضحيه في قصه احدهم، والله العقليه دي لو مسيطره على حياتك مش هتوصلي لحاجه، مش هتوصلي لاي حاجه، لا في علاقاتك ولا في نجاحك على المستوى المادي ولا العلمي ولا المهني، ولا مع ولادك ولا مع اهلك ولا مع جوزك ولا مع اي حد. طول ما انا طول الوقت مسيطر عليا عقليه الضحيه، ان انا المظلومه، انا اللي اتعمل فيا الوحش كله. فلو العقليه دي هي اللي سايقه، هي اللي ماسكه الدركسيون بتاع حياتك وسايقه، مش هتوصلي لاي حاجه في الدنيا. ولازم تعرفي ان افكارك هي اللي بتوصلك لاي حاجه انت عايزاها، هي اللي بتوصلك لواقع سعيد او واقع تعيس، ايا كانت المعطيات اللي فيه. احنا افكارنا بتصنع الكيمياء اللي في مخنا. ما انا لما بفكر بطريقه ايجابيه على طول بتطلع هرمونات السعاده وهرمونات المتعه، لان انا بفكر بطريقه معينه بغض النظر عن الظروف المحيطه بيا. يحصل ايه لما الهرمونات دي تطلع؟ تنعكس على جسمي وعلى تفكيري، ابتدي افكر بطريقه صح اكتر، ابتدي احس بسعاده برغم الظروف اللي انا فيها، وابتدي ابص للظروف نظرة تانية خالص. انما عقلية الضحية هي طول الوقت شايفة انها اتعمل فيها وتسوى، وانها مظلومة، وان انت لازم تحللها مشكلتها، والا هي مش هتعرف، لان انت مش فاهم او مش قادر تتخيل الوضع اللي هي فيه. دايما احنا لما بتسيطر علينا العقلية دي ما بنشوفش حلول، ما بنشوفش غير المشاكل. ودايما لما تحاول توجد معاها حل العقليه دي تلاقيها تقولك اصل انت مش متخيل اللي حصل لي، انت عمرك ما هتفهم انا اللي حصل لي حصل لي ازاي وليه وفين. دايما العقليه دي بتوجد لكل حل توجد له مشكله. لو اديتها اي حل في الدنيا تقولك اصله كذا، اصل في كذا، اصل مش هينفع عشان كذا. فلو القرار ما كانش نابع من جواكي ان انا عايزه اتغير، وانه خلاص خلصنا شكوى وعياط وبكى على اللي فات، وانه العلاقه دي اتدمرت، وان الهدف ده ما حققتوش، والسفريه دي ما سافرتهاش، والكليه دي ما قدرتش ادخلها، طب وبعدين العقليه دي هتوصلني في الاخر لفين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بصوا العقليه، احنا عايزين نتبنى العقليات دي. بعد ما اسلم دخل الاسلام، الناس اللي في مكة هاجروا راحوا المدينة، فدول اسمهم المهاجرين. فكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فراح على ايه؟ على المدينة، والاهل المدينة كان اسمهم الانصار. حلو. فلما سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح قابله حد من انصار اهل المدينة وقال له خد نص بيتي وهطلق زوجة من زوجاتي واتجوزها، وخد نص تجارتي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رد عليه وقال له ايه؟ بس قبل ما اقول لكم قال له ايه، واحد غيره كان المفروض يفكر ازاي؟ يعني انا يوم ما اسلم واسمع كلام ربنا اسيب تجارتي واسيب اهلي ومالي ويحصل لي كده واتشتت والف من بلاد لبلاد، ليه بس يا رب بيحصل لي كده؟ ما عملش كده اطلاقا، لا عمل كده وهو عارف ان هو ده الصح ليه بغض النظر عن اي حاجه تانية هتحصل له. اسمعوا بقى الرد لما الرجل الانصار قال له خد نص كل حاجاتي، قال له لا، قال له انا عايز طلب واحد، دلني على السوق. ايه دلني على السوق؟ يعني وريني السوق فين، اروح انا ابيع واشتري واعمل انا تجارتي واكون نفسي من اول وجديد. انا مش هاخد منك حاجه، خلي حاجتك عندك وشكرا، بس وريني السوق فين. احنا بقى عايزين جمله الموسم وكل موسم دلني على السوق. كل ما تقعي في مشكله افتكري على طول دلني على السوق، فين الحل؟ اوكي احنا هنعيط ونبكي ونحزن ونزعل. عارفين كان في دكتور مش فاكره اسمه قوي، مش حاضرني، هو دكتور في علم النفس يعني، كان عامل كده في بيته كرسي اسمه كرسي الشفقه. كل ما الدنيا تيجي عليه او يحزن او يزعل يروح يقعد على الكرسي ده شويه
ويعيط ويخلص نوبة الزعل كلها، بعدين ينفض الغبار من على جسمه وانه خلاص انا خدت وقتي في الزعل واقوم اشوف الدنيا. هو حاطط الكرسي ده عشان يفكروا دايما ان انت مش ضحية، ولما تكون حابب تزعل او تتضايق خد وقتك على الكرسي ده، بس بعد كده لازم تقف وتواجه الحياة وتحقق احلامك وتوصل للحياة اللي انت عايزها. مفيش عقلية حد ناجح ولا حد وصل لحلم كبير هو نفسه فيه شايف انه مظلوم. انا عايزاكم تراجعوا كل السير الذاتية اللي ممكن تيجي او تخطر على بالكم لناس حققوا نجاحات كبيرة جدا، شوفوهم كانوا بيفكروا ازاي. حتى لو للحظة فكر، اصل احنا كلنا بنمر بالتفكير ده ان انا مظلوم وان انا ليه يحصل معايا كده، بس التفكير ده ما كانش بيطول مع اي حد وصل لمكانة كبيرة، لانه عارف انه في الاخر التفكير ده مش هيوصله لباب البيت، هو مش هيوصله لكده. لو انت حبيبي محبط وزعلان ومتضايق خلاص خليك قاعد على سريركو، بس تحمل نتيجة قرارك. ما تجيش تزعلي لما تلاقي فلان وصل لحاجة ولا فلانة وصلت لحاجة ولا صاحبتك اللي برغم الظروف بتاعتها حققت كذا وكذا وكذا. لا، انت خلاص قررتي قرار ان انا هقعد واعيط واحزن، خلاص كملي في القرار ده. ولكن القرار ده عواقبه وخيمة، لان اولا انت بتكوني مرتاحة راحة صورية، ما هو انا مش في ايدي حاجة وما اقدرش اعمل اي حاجة، فراحة لحظية مجرد ان انا برتاح بس من الاكشن اللي هعمله، بس شايلة هم في قلبي كبير جدا. اتنين، هم الندم والحزن لما اشوف غيري وصل ومر ظروفه يمكن زي ظروفي يمكن اصعب ووصل اللي هو نفسه فيه. اوعي تفتكري ان اللي عمل او اللي وصل لحاجة كانت سهلة عليه. كلنا الصعب صعب علينا كلنا، والسهل سهل علينا كلنا. كلنا مش سهل علينا نلتزم بالصلاة، ولا سهل علينا ان احنا نقوم كل يوم الصبح بدري نشتغل على نفسنا، ولا سهل علينا ان احنا نروح الجيم ونعمل رياضة. مش سهل، الحاجات دي كلها مش سهلة، الحاجات دي كلها محتاجة مجاهدة. حتى ربنا قال لنا في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بس جاهدي، حاولي اطلعي من دور الشكوى ودور الضحية ودور يا عيني عليا لدور انا المسؤولة عن حياتي، انا اللي هاخد القرار. فمن الاخر كده كلمة انا مش هعرف، انا مش هقدر، انا ظروفي اصعب مما تتخيلي، انا حياتي مش عارفة ايه، ده كله معذرة كلام فارغ. والله العظيم والله العظيم انا حاسة بيكم وحاسة قوي بالمشاعر السلبية اللي الواحد بيكون حاسس بيها واحساس الظلم والكلام ده كله، ولكن انا بكلمكم هنا كاني بالظبط قاعده في الصاله وحواليا اصحابي واخواتي وعايزه اقول لهم على الحلول على طول. عايزين نقوم بقى، كفايانا طبطبه وزعل وحزن. انا عايزه افز كده، افز واقوم واشوف حياتي اللي مستنياني اللي متاخره بقالها سنين بسبب عقليتي، عقليه الضحيه، ان انا مظلومه يا عيني ومستنيه الحال يتغير عشان انا اتغير. والله العظيم عمر الحال ما هيتغير الا لما انت تتغيري، الا لما انت تغيري تفكيرك. اوكي، من الاخر كده، ورا كل كلمه لا اقدر وراها كلمه لا اريد. سمعتها مره من كوتش، والكلمه دي فعليا عملت لي شيفتنج، غيرت لي تفكيري خالص. معقوله؟ يعني معقوله كل كلمه انا بقول عليها انا ما اقدرش وراها انا مش عايزه؟ قعدت احلل كده تصرفاتي، لقيت انه فعلا انا ما اقدرش اصحى بدري. لا هو حضرتك انا مش عايزه اقوم من النوم الحلو ده، انا مش هقدر اخس. لا والله هو انت مش عايزه تسيبي طبق ورق العنب اللي طعمه حلو ده. انا مش هقدر اوصل للجامعه دي. لا هو انت مش عايزه تبذلي المجهود الجبار ده. هو احنا ما بنبقاش حاسين ان احنا فعلا، هو انا معقوله هبقى مش عايزه مصلحتي؟ لا انت عايزه مصلحتك، بس انت غصب عنك، او احنا كلنا بنحب الراحه، بنحب نرتاح، ما نحبش التعب، ما نحبش الم المجهود، ما نحبش الم الفشل. لا خليني في دايره كده، في دايره اللي انا متعوده عليها، في الراحه اللي انا متعوده عليها، احسن مليون مره من ان انا مش عارفه راحه على فين. واكتر حاجه الانسان ما يحبهاش ويكرهها هي المجهول. اصل انا لما اقوم وابتدي كده الم شتات نفسي واحاول ان انا اوصل لحاجه، انا رايحه على فين؟ انا مش عارف، انا مش شايف غير الواحد اتنين تلاته اللي قدامي، لكن الخطوات البعيدة أنا مش شايفها. وده اللي بيوقف كتير مننا، إن أنا عايز أعرف الطريق كله عامل إزاي. لا، كلنا بلا استثناء اللي بدأوا أي حاجة بيعملوها عارفين واحد اتنين تلاتة اللي قدامهم، مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. والمفاجأة إن بيكون اللي بعد كده أحلى بكتير مما تتخيل. فأول حاجة عايزين نصحح تصوراتنا عن الحياة وعن نفسنا، إن رقم واحد كل كلمة لا أقدر وراها كلمة لا أريد.
فراجع الحتة دي، هو انا مش قادرة ولا مش عايزة؟ هو انا مش قادرة ولا خايفة اواجه كذا كذا كذا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، انه لازم نصحح تصورنا عن الحياة. مين اللي قال ان الحياة كلها زبادي في الخلاط وحاجات جميلة؟ لا، في موت، في دمار، في زعل، في حزن، في فقد، في حاجات كتير قوي وحشة ممكن تحصل في الحياة. هو ربنا قال كده، الحياة فيها خير وفيها شر، فيها فتن. الفتن دي عشان نشوف مين اللي هيثبت ومين اللي ايمانه هيتزعزع. فكل ما غذينا ايماننا وقويناه بالله عز وجل وربينا ده فينا واحدة واحدة، كل ما حصلت المشكلة أنا ثابت واقف على أرض ثابتة. حتى لو اتهزت أو زعلت شوية أو حزنت، بس سهل إن أنا أرجع على الطريق مرة تانية. فأول حاجة، كل كلمة لا أقدر وراها كلمة لا أريد. اتنين، أصحح تصوري عن الحياة، إن الابتلاءات بتحصل للكل، الحزن بيحصل للكل. هل أنا بس اللي بيحصل لي كده؟ لأ. فنطلع من إطار الضحية إن أنا يا عيني مظلومة، لأن أنا سيدة قراري، أنا المسؤولة عن حياتي. أنا لو خدت المسؤولية أنا اللي هصنع الواقع بتاعي بإيديا. وافتكروا دايما قاعدة 90-10، 90% من الأحداث اللي بتحصل لنا هي من صنع إيديا، و10% هي الأحداث اللي جاية من بره. عقلية الضحية دايما بتركز على الحاجات اللي بره دايرة تحكمها، والله على أهلي المش كويسين، على الشخص الفلاني اللي بيتعامل معايا بطريقة مش كويسة، على لا، أنا عايزاكي تركزي على دايرة تحكمك. أنا أقدر أغير إيه؟ هتلاقي المساحة دي أكبر مما تتخيلي، ولو غيرتي فيها يعني إيه بشكل واضح وبدون كلام وبدون نقاش، اللي بره بيتغير، اللي انا مش قادره اغيره بيتغير لوحده، عشان هي الحياه انعكاسات لبعض. فلازم اخد القرار واقول انا مسؤوله. اول نقطه تخليك تخرج من اطار الضحيه لاطار صانع الواقع، صانع احلامك، مشي حياتك في الطريق اللي انت عايزه، المسؤوليه الذاتيه. انا المسؤول، انا المسؤول عن صناعه حياتي. لو خدتي المسؤولية دي، هي عليها هم كبير وتعب، بس أحسن من مليون مرة من شعور الذنب أو شعور الإحباط أو الإحساس بالدونية اللي هحسه وأنا سايبة حياتي الظروف هي اللي تسوقها. لا، أنا همسك الدركسيون وهسوق حياتي في الطريق اللي أنا عايزة أمشي فيه برغم من كل الظروف. طب هعمل إزاي دوت؟ إن أنا أركز في دايرة تحكمي. أي حاجة ليها علاقة بيا أنا قادرة أتحكم فيها، اي حاجه ليها علاقه بالاخرين بالظروف بشيلها من حساباتي، ماليش دعوه بيها. اغير اللي جوه يتغير اللي بره. وتشيلي من بالك فكره الحل المثالي. في عندنا كده معضله بنسميها معضله الحل المثالي، ان في اشخاص بيبقوا مستنين الحل المثالي، ان امي تتغير، ابويا يتغير، جوزي يبقى شخص كويس، ولادي يسمعوا الكلام، صاحب الشغل يحطني في المكانه اللي تستاهلني. مش هيحصل، مش هيحصل. أنا اللي المفروض أربي جوايا أفكار جديدة عن نفسي وعن الحياة، وأحاول إن أنا أوصل لأهدافي بخطوات واضحة أنا المسؤولة عنها فقط. وقتها كل المحيط ده هيتغير. عارفة عاملين إزاي؟ هيبعدولك كده ويوسعولك الطريق إنك تمشي فيه. وإحنا غصب عننا مخنا دايما بيحصل له حالة من التحيز. كل ما مشيته في حتة أنا قادرة أتحكم في حياتي، أنا قادرة إن أنا أغير الواقع بتاعي، واجيب من الحياة أمثلة لناس عملت دوت، سير ذاتية من ديننا، من الغرب، من أي مكان في الدنيا، حققوا اللي هم عايزينه لما غيروا نفسهم. مخي ساعتها لما ابتدي أديله الرسائل دي كلها هيحصل له حالة من التحيز. إيه بقى التحيز ده؟ هيتحيز لكل الحاجات الإيجابية اللي ممكن تساعدني في الطريق ده. أو ممكن يحصل العكس، لما أفضل سايبة لمخي إن أنت ضحية ويا عيني عليك والدنيا جاية عليا واشمعنى بيحصل لي كده، تلقائيا مخك اي حدث حلو في الحياه هيقلبه لحاجه وحشه. هقولك شفتي، مش احنا قلنا لو رحتي في ميعاد وصاحبتك اتاخرت عليكي، شفتي محدش مقدرك. لو مامتك ادت اخوكي يعني كوبايه عصير، شفتي ما هي بتحبه اكتر، وهكذا. هتلاقي مخك عمال يلقط من الحياه كل الحاجات اللي تثبت له فكرته. فانتي غيري فكرتك، اصنعي فكرة جديدة، يبتدي مخك يجمع لك كل الملفات اللي تخدم الفكرة دي. وهقول لكم على تمرين حلو قوي كنت بعمله، عبارة عن 3 أسئلة. أول حاجة بسأل نفسي إيه هو الهدف بتاعي؟ أنا عايزة أوصل لإيه؟ ده رقم 1. رقم 2، بسأل نفسي هو إيه اللي منعك يا أسماء إنك تحققي الهدف ده؟
اوكي، افضل اكتب واقسم الحاجات اللي كتبتها في دايرتين: اسباب خارج دايره تحكمي واسباب في دايره تحكمي. خارج دايره تحكمي دي هعمل نفسي كاني ما شفتهاش، مش هبص لها اصلا. امال هركز في ايه؟ في الاسباب اللي داخل دايره تحكمي اللي منعاني ان انا احقق هدفي. نيجي بقى لثالث سؤال: ايه هي الخطوات اللي ممكن اعملها تخليني اعرف اتخلص من الاسباب اللي منعاني اللي جوه دايره تحكمي؟ هنا انا عملت ايه؟ بشكل عملي وبكل بساطه من غير ما اتعب نفسي في التفكير وازاي هطلع من اللي انا فيه والكلام ده. خليت عقلي يعمل شيفتنج من عقليه الضحيه لعقليه المسؤول عن حياته. وابتدي كل يوم الصبح اول ما اصحى من النوم اعمل حاجه اسمها قائمه الامتنان، قائمه الشكر، واكتب فيها كل النعم اللي ربنا ادهاني من غير اي مجهود مني او حتى بمجهود بسيط جدا، وهلاقي الاف النعم اللي موجوده في حياتي. ليه؟ لان تفكير الشكر او الامتنان ما يجيش معاه تفكير الاكتئاب والحزن والضحيه. اذا كان انا واحد شايف ان انا ربنا اداني، ازاي هيجي معاه تفكير الضحيه؟ فاول حاجه هنبدا بيها يومنا كل يوم هو تمرين الامتنان، والتمرين اللي لسه قايله لكم عليه من شويه. وابداي عيشي بفكره ان افكارك ونظرتك لنفسك هي اللي بتصنع الواقع بتاعك. انت المخرج والمنتج والممثل في الفيلم بتاع حياتك. وتبطلي تقولي كلمتين لو وليه. كلمة لو هي حرفيا بتفتح باب الشيطان عليكي. لو كان اهلي كذا، لو كان الشغل بتاعي كذا، لو كان شكلي كذا، لو كان انا كنت عايشه في البلد الفلانيه، لو كلها حاجات بره دايره تحكمك. هي حاجات ما حصلتلكيش، يبقى ما تذكريهاش. لو دي معناها حاجات انا ما اقدرش احققها وقاعده في حاله التمني، يا رب يا لو كان حصل كذا، لو حاجات كلها بتخليكي ما تاخديش اي خطوه في حياتك. حاجات كلها بتخليكي حاسه ان انا يوزلس، ما اقدرش اعمل حاجه، ما منيش فايده، وكل حاجه ما اقدرش. والله اديكوا شايفين، ما أنا لو كان كذا كنت بقيت كذا. فكلمه لو دي كل ما عقلك او لسانك يقولها وقفيه، مفيش لو. في ايه اللي ممكن اعمله؟ الكلمه التانية كلمه ليه بيحصل لي كده؟ ليه ربنا عمل معايا كده؟ ليه صاحب الشغل عمل معايا كذا؟ ليه؟ كلمه ليه بتوديكي الاسباب تخليكي حزينه، تخليكي مكتئبة، تخليكي فعلا تشعري بشعور الظلم والضحية وان انا يا عيني عليا. انما اي سؤال هبدأ السؤال بكلمة ازاي اطلع من اللي انا فيه؟ ازاي اوصل للحاجة دي؟ ازاي اخلي فلان يعمل كذا؟ ازاي يخليني انا اعمل كذا؟ فكلمتين نبطلهم ونشيلهم من قاموسنا تماما، لان هما بيودونا ناحية عقلية الضحية، ناحية الشخصية السلبية. لو وليه. واخر حاجه هقولها لكم النهارده ايه كنت سمعتها من شيخ. حقيقي الايه دي لما سمعت تفسيرها بجد خلت دماغي تروح في حته تانية خالص. بقيت ببص للحياه من بعدها وللسعي من منظور تاني خالص. في ايه في سوره البقره بتقول ايه؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني ايه؟ يعني ربنا ممكن يكون في الغيب كاتب لك ان انت هتكسب $1,000,000، حلو، بس انت ما ساعدتلهاش فمش هتاخدها. ازاي يعني؟ ما هو ربنا كتبها، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ربنا كتبها لي، بس ربنا قايل قبل كلمة ان هو كتبها لك ابتغوا، انك لازم تسعى، لازم تاخد بالاسباب اللي موجودة اللي ربنا ظاهرها لك في حياتك انك توصل للي هو كتبه لك، والا مش هتاخده. فتخيل كده في الاقدار ربنا كتب لك ايه؟ كاتب لك مثلا هتتجوزي الشخص الفلاني، او هتسكني في البيت الفلاني، او انه هتوصلي للحلم الفلاني، او انه اولادك هيبقوا عاملين كذا، او كل الاحلام اللي بتتمنيها ربنا كاتبها لك، بس مستني منك الخطوات اللي هتوديك اللي هو كتبه لك. لان لو انت ما سعيتيهلوش او ما ابتغيتهوش من ربنا مش هيحصل لك. هو مكتوب بس انت ما سعيتيش. فالايه دي لما سمعتها خلتني ابص للسعي بطريقه مختلفه، انه يا رب معقوله انا ممكن يكون مكتوب لي في الغيب 1 2 3 احلامي وفاضل بس مني انا الخطوات بتاعتي. طب يلا بقى نقفل الفيديو بقى ونقوم نسعى.